عندما يغزو ملايين الكائنات الفضائية الأرض ويمحون البشر في ثوان، يجد 4 مراهقين من مخيم الأمل الأخير للعالم. البشرية لا تعرف أن غزو الكائنات الفضائية بدأ بالفعل. في أعماق الفضاء تتعرض مركبة فضائية بشرية لكمين من سفينة حربية ضخمة تابعة لكائنات فضائية. الميجور كولينز، آخر عضو طاقم على قيد الحياة، يسابق الزمن لتحديد موقع العدو وإرسال المعلومات إلى الأرض قبل فوات الأوان. الجميع مات، لكنها مصممة على إكمال مهمتها مهما كان الثمن. كل ثانية تمر تجعل الأمر أكثر صعوبة. أحد وحوش الكائنات الفضائية صعد بالفعل إلى السفينة. على الأرض نتعرف على أليكس، مراهق يقضي معظم وقته خلف الشاشة. والدته التي تقلق من انعزاله تقرر أن الوقت قد حان للتغيير وتوصله إلى مخيم صيفي اسمه الدرامي، حافة العالم. هناك يلتقي بداروش ابن تاجر سيارات ثري متفاخر وتشن فتاة هادئة من شنغهاي تخفي صلة عائلية مزيفة لتتمكن من دخول الولايات المتحدة. لا يزال أليكس يعاني من صدمة وفاة والده في حريق منزل ويجد صعوبة في مغادرة أمان المنزل. في المخيم يقع أليكس في حب تشون ووالدته، معتقدة أن هذه الرحلة ما يحتاجه. تودعه بوداع دافئ أمام الجميع فيحرجه. محاولا إثبات نفسه يصعد أليكس إلى منصة الانزلاق بالحبل، لكن خوفه من المرتفعات يتغلب عليه. يسخر منه بقية الأطفال ويصفونه بالجبان، مما يزيد من شعوره بالعزلة. في تلك الليلة يلمح أليكس تشين على جسر، لكنه رغم مشاعره تجاهها يكون متوترا للاقتراب منها. في صباح اليوم التالي يتوجه المخيمون بحافلتين إلى موقع جديد قرب النهر. كان عليهما يجدفون بقوارب الكانو في مجرى صخري، لكن مشاكل تقنية تؤخر الانطلاق. أثناء الانتظار يرى أليكس تشين تتسلل وحدها للغابة. بدافع القلق يتبعها رغم خوفه وعدم تأكده من إيجاد طريق العودة. خوفه حقيقي، لكن قلقه عليها أقوى. تبحث تشين عن مكان مخفي رأته في كتيب المخيم وتنجح في العثور عليه. يتطابق المشهد تماما مع الصورة وتشرق ملامحها بالفرح. في تلك اللحظة يرن هاتف أليكس، إنها أمه. يشعر بالإحراج أن ينظر إليه معتمدا على الآخرين أمام البقية، فيرفض المكالمة. يحاول أن يثبت لنفسه أنه ينضج ويكبر. لاحقا يحاول داروش مساعدة أليكس على التغلب على خوفه من المرتفعات بقيادته إلى حافة جرف بجانب شلال ويطلب منه أن ينظر للأسفل. يشعر أليكس برعب. في تلك اللحظة يتدخل جابرييل، فتى محلي، ويطلب من داروش أن يبتعد. داروش الذي لم يعتد أن يتحداه أحد يرد بعنف، لكن جابرييل لا يتردد. ضربة واحدة نظيفة يسقط داروش على الأرض. يدرك جابرييل أن المراهقين الثلاثة ابتعدوا في الغابة ولا يمكنهم العودة بمفردهم. يعرض إرشادهم حينها. تتردد أصداء انفجارات غريبة في الأفق. بعد لحظات تضيء هواتفهم بتنبيه طارئ. تم إعلان الأحكام العرفية، ويطلب من المدنيين إخلاء المدن الكبرى فوراً. وإدراكاً منهم أنهم بحاجة للانضمام إلى الآخرين، يتبع المراهقون غابرييل إلى ضفة النهر ليكتشفوا أن مشرفي المخيم قد أجلوا بقية الأطفال بالفعل ونسوا تماماً أليكس وداروش وتشين. وعندما ينظرون إلى الأعلى يرون ومضات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. يفكر أليكس ويشتبه أن ما يشاهدونه هو بداية غزو فضائي. ينتابهم الذعر عندما يدركون أنهم وحدهم وأن إشارة الهاتف اختفت. تسببت الانفجارات النووية في إطلاق نبضة كهرومغناطيسية هائلة، فعطلت الكهرباء ووسائل الاتصال في جميع أنحاء المنطقة. حتى الشمس باتت تبدو غريبة الآن، حيث تلقي بظلال صفراء مريضة عبر السماء. ومع تحليق الطائرات المقاتلة فوق رؤوسهم يدرك الجميع أن الوضع خطير ولا يمكنهم البقاء. الدببة والحيوانات المفترسة تجوب الغابات. يعود المراهقون الأربعة للمخيم فيجدونه مهجورا. تتطاير ورقة إعلان في الرياح مكتوب عليها: الإخلاء جار، الجميع إلى أسفل الجبل. إذا كنت لا تزال هنا اتصل بالشرطة وانتظر الإنقاذ. الشخص الوحيد الذي وجدوه هو كونراد، شخص كسول نام طوال عملية الإخلاء. كان ثملا لدرجة أنه لا يستطيع المساعدة أو حتى الاستيقاظ. يبدأ الفريق بتقييم ما تبقى ويتحققون من الطعام والماء وأي معدات يعثرون عليها. ثم المزيد من الانفجارات. يسرعون للخارج ويرون معركة جوية ضخمة فوق رؤوسهم. طائرات مقاتلة أمريكية تتقاتل مع سفن فضائية في سماء فوضوية. لم يعد الأمر مجرد نظرية. ملايين الكائنات الفضائية تهاجم الأرض. البشرية على شفا الانهيار. يسابق المراهقون للعثور على مأوى، لكن انفجارا هائلا يحدث بالقرب منهم ويطيح بهم أرضا. بعد لحظات تصطدم كبسولة هروب بالأرض بجوارهم. يحاول غابرييل فتح الفتحة، لكنها متوهجة من شدة الحرارة. يسكبون الماء على المقابض ليبردوها بما يكفي لتفعيل آلية الفتح، فتفتح الفتحة بقوة. يجدون في الداخل امرأة مصابة ترتدي بدلة فضاء. الرائد كولينز
إنها مصابة بجروح خطيرة وبالكاد واعية، لكنها تشرح أنه يجب أن تصل إلى مختبر الدفع النفاث على بعد 70 ميلا. تحمل مفتاحا لتسليمه إلى الدكتور فيلدينغ. إنها فرصتهم الوحيدة لتفعيل مشروع إكسكاليبر، سلاح الملاذ الأخير القادر على تدمير سفينة القيادة الفضائية التي تتحكم في الغزو. وبينما تدرك أنها لن تنجو، توكل الرائد كولينز المهمة إلى المراهقين. الوقت ينفد. مصير العالم الآن بين أيديهم. في الوقت نفسه يبدأ كيان مجهول عديم الشكل في الظهور من السفينة، ويتحول ببطء إلى كائن فضائي ضخم ب4 أذرع. لقد هاجم الكائن الفضائي الكبسولة بينما كانت لا تزال في الفضاء وتمكن من اقتحامها، لكنه لم يجد الوقت الكافي لقتل الرائد كولينز. والآن وصل إلى الأرض معها، ونجا بفضل تجدد الأنسجة، وكل ذلك لمنع إيقاف الغزو الفضائي. يهاجم المخلوق المرأة ويقتلها بوحشية، ثم يفصل جزءا من جسده الذي يتحول إلى كلب صيد فضائي. عندما يدرك الأصدقاء الأربعة أنهم في خطر، يحاولون الهرب ويختبئون في قاعة الطعام الخاصة بالمخيم. يتتبعهم الكلب مستخدما حاستي السمع والبصر فقط، مما يسمح لأليكس واتشن تشين وغابرييل بالاختباء بالقرب منه. يختبئ داروش في مكان آخر، وفي لحظة ما يرتكب خطأ عندما يسقط الملاعق والشوك. يهاجم الكلب الفضائي داروش فورا، لكن الآخرين ينجحون في استدراجه إلى فخ ويحبسونه بفرن. أثناء ذلك يدخل الكائن الفضائي قاعة الطعام، ويطاردهم لأخذ المفتاح وحرمان البشرية من أملها الأخير للبقاء والانتصار. أليكس، غابرييل، داروش، واتشنشن هم 4 مراهقين مرعوبين لا يعرفون ماذا يفعلون. في حالة ذعرهم ينقسمون، حيث يختبئ غابرييل وداروش تحت الدرج في إحدى الكبائن، بينما يحتمي أليكس واتشنتشن في دورة مياه عامة. يفتش الوحش كل مبنى، لكنه لا يلاحظ المراهقين المختبئين تحت الدرج. وبعد أن أدركوا أن مكان اختبائهم ليس آمنا، تقترح تشن خطوة يائسة ضرورية، وهي القفز في النفايات البيولوجية. يضطر المراهقون للاختباء في نظام الصرف الصحي، وفجأة يلاحظون اقتراب شخص من دورة المياه، ويتضح أن الشخص المجنون هو كونراد الذي عاد إلى الحياة ولا يعرف شيئا عن الغزو الفضائي. يهاجم الكائن الفضائي كونراد على الفور ويقتله، بينما يترك غابرييل وداروش مكان اختبائهما لمحاولة إنقاذ أصدقائهما. تزداد حدة الموقف مع كل ثانية، إذ يجد كلب الصيد الفضائي مخرجا عبر المدخنة ويصبح حرا من جديد. يبدأ الكلب بمطاردة المراهقين دافعا إياهم نحو مقصورة المركبة الفضائية. يتمكن داريوش وغابرييل من تسلق المقصورة وإغلاق الباب من الداخل، لكن أصدقائهما لا يزالون في خطر، والوحش وكلبه قريبان. ترغب جين وأليكس في الانضمام إليهم، لكن الآخرين يتجادلون ويحاولون معرفة كيفية فتح الباب. وفي لحظة ما يقومون عن طريق الخطأ بتشغيل محرك النفاث، مما يساعدهم على تدمير كلب الصيد الفضائي. داريوش المتفاخر الأناني يصف نفسه بالبطل، لكن الآخرين لا يجادلونه لأن النتيجة في نهاية المطاف هي ما يهم. يحاول 4 مراهقين الهروب، لكن الكائن الفضائي الغاضب يلحق بهم. باستخدام أذرعه يمسك الكائن بالمجموعة ويغمرهم بسائل أسود مجهول. تبدو أيامهم معدودة، والوحش على وشك قتلهم، لكن طائرة مقاتلة تهبط فجأة وتشن هجوما جويا وتطلق النار على الكائن الفضائي. يتمكن الفريق من الهرب والاختباء، لكن التوترات تبدأ في التصاعد بين الأولاد. لا يعرفون ماذا يفعلون بعد ذلك، أو إن كان أحد يمكنه مساعدتهم. بسبب إحباطها من حديثهم الفارغ، تصفعهم زين القوية الإرادة جميعا، ثم تقترح تنفيذ آخر طلب للرائد كولين. يجب إيصال المفتاح للقاعدة، لكن المراهقين يعلمون أنهم غير مؤهلين لمهمة صعبة كهذه. لمحاولة التبسيط يقررون النزول من الجبال لأقرب مدينة وتسليم المفتاح للكبار ليوقفوا الغزو الفضائي. أسرع وسيلة للنزول هي الدراجات، لكن أليكس مهووس بالحواسيب ولم يركب دراجة من قبل، ومع نفاذ الوقت يوافق الآخرون بسرعة على تعليمه ركوب الدراجة. عندما يبدأون النزول يتمكن أليكس من القيادة بمفرده، لكن ثقته الزائدة تؤدي إلى وقوع حادث لم يصب بأذى، ومستعد لمواصلة الطريق والمجموعة تدرك أن المدينة التي يقصدونها هاجمها الفضائيون وصارت مدمرة. وفي الوقت نفسه يقوم الوحش الفضائي بتجديد خلاياه، ويبدأ في مطاردة المراهقين الأربعة من جديد. وبعد بضع دقائق يصل أليكس واتشنداشن وداريوش وغابرييل إلى المدينة ويتجهون نحو مركز الشرطة. بسبب أسراره ومشاكله القانونية يرفض غابرييل الدخول، ويعدهم بأنه سينتظر في الخارج. يشعر أليكس أن غابرييل يخفي شيئا ما، ربما يتعلق بخرق القانون، لكنه يثق به. في الداخل يعثر داريوش على آخر تقرير للشرطة قبل هجرهم المبنى. أوروبا وآسيا دمرتا بالكامل، وقضي على 99% من البشرية. هم من القلائل الباقين على قيد الحياة ولا مكان يفرون إليه. وفي هذه الأثناء يستكشف أليكس واتشن المبنى. في مرحلة ما يلتقي أليكس بسجين ألقت الشرطة القبض عليه قبل هروبه،
الرجل واسمه ليو يتوسل ليطلق سراحه مدعيا أنه لم يرتكب أي شيء فظيع. تعتقد تشن تشن أنه ليس لديهم الحق في الحكم عليه بالموت، لكن داريوش لا يثق بالغريب ويظن أنه مجرم خطير. يتردد أليكس لكنه يكتشف أن ليو لديه ابن بسبب تجربته مع والده. يترك أليكس مفاتيح الزنزانة ويسمح لليو بالخروج. يبحث الفريق عن بالغين وفجأة يصادفون الجيش الأمريكي. يعتقد الجنود أن الأطفال لا ينتمون هنا لكنهم يصفونهم أبطالا حقيقيين بعد علمهم بمفتاح الرائد كولين. يعرض الجنود على المراهقين الإخلاء الفوري ويرسلونهم في حافلة ترافقها عدة مركبات مدرعة. يبدو البشرية تم إنقاذها وأن مهمة المراهقين الخطيرة انتهت، لكن الفضائيين يهاجمون القافلة ويدمرون وسائل النقل. يتمكن أليكس وداريوش وغابرييل وتشن تشن من الهروب من الحافلة المتضررة، ويلاحظون الجندي الذي تم تسليمه المفتاح كان عالقا تحت مركبة مدرعة محكوم عليه بالموت، ويطلب من أليكس إكمال المهمة نيابة عن البالغين. الآن أصبح مصير البشرية بين أيدي المراهقين الأربعة، ولا أحد سواهم يستطيع إيصال المفتاح إلى مختبر دفع الصواريخ وتسليمه لدكتور فيلدينغ. عند هروب الأطفال يدمر الفضائيون القافلة ويقتلون جميع الجنود الأمريكيين المرافقين للشحنة الثمينة. وادي سان غابرييل 41 ميلا إلى المختبر. وبعد أن قطعوا حوالي ثلث الطريق يجد المراهقون أنفسهم في بلدة قريبة يحاولون فهم هجوم الفضائيين والسلوك الغريب للمهاجمين، لكن أليكس لم يكن مركزا على ذلك. لقد قطع وعدا لجندي سقط في المعركة بأن يكمل المهمة، وهو الآن مصمم على تنفيذ ذلك مهما كلف. لطالما كان أليكس جبانا، لكنه حصل على فرصة ليثبت أنه أكثر من ذلك ويواجه تحد لتحقيق هدف أعظم. لم يستطع غابرييل حبس دموعه عندما وجد نفسه في بلدته من جديد، يعلم أنه لا يستطيع العودة للمنزل. هرب من مركز احتجاز الأحداث ووالدته ترفض رؤيته. مع حلول الليل يحتمي المراهقون في مكان ما، ويبدأ غابرييل الحديث عن ماضيه. عندما كان في العاشرة فقد والده واضطر للعمل. كان يواجه صعوبة في تذكر الأرقام ما لم تكن مكتوبة أمامه، ما أدى به إلى أن يفرض على أحد الزبائن مبلغا زائدا عن طريق الخطأ. تسبب ذلك في فضيحة كبيرة واتهامات بالسرقة، وعندما ضرب الزبون وكسر فكه تبرأت منه والدته وفقدت عملها. ألقت والدته باللوم على غابرييل واتهمته بأنه دمر حياتها. قام داريوش وأليكس وتشن تشن بمواساة صديقهم والتقطوا صورة جماعية. لاحقا استقروا للنوم، لكنهم واجهوا معضلة محرجة: 4 أشخاص وسريران فقط. تقترح تشن تشن أن ينام أحد الشبان بجانبها، لكن عليهم أن يقرروا من سيكون ذلك. وبينما يلاحظ غابرييل الشرارة بين تشن وأليكس، يقترح مازحا أن يرسلوه إليها. وعندما يجد أليكس نفسه بجانب تشن يصبح متوترا بشكل واضح ويبدأ بالعبث بمكعب روبيك. ولتهدئته تمسك بيده بلطف وتشعر بالارتياح لأنه هو من بجانبها. بعد ساعات يستيقظون فجأة على صوت انفجارات مدوية، ويدركون أن الكائنات الفضائية تقترب. يخرجون بسرعة من الملجأ ليصادفوا مجموعة لصوص بأقنعة مخيفة. يشكل رجال مسلحون تهديدا لا يقل خطورة عن الكائنات الفضائية، لكن زعيمهم ليو يبرز بينهم. لا يملك ابنا ومجرم قاس، لكنه مستعد لترك المراهقين يذهبون إذا سلم أليكس المفتاح. ليو يعلم أن هذا هو السلاح الوحيد القادر على إيقاف الكائنات الفضائية، ويمكن بيعه بثروة طائلة، لكن أليكس يرفض ولن يتخلى عن المهمة، ومستعد للمخاطرة بحياته لحماية المفتاح. يجد المراهقون أنفسهم محاصرين، وفجأة يظهر وحش يهاجم اللصوص ويمزقهم إربا. يغتنم الفريق الفرصة للهروب، ليكتشفوا أنهم محاصرون بسياج عال ولا يوجد مخرج. وبعد أن أدركوا أنه لا خيار أمامهم، قرر غابرييل أن يضحي بنفسه. وقف عند حافة بركة السباحة وجذب الوحش إلى الماء مستخدما غطاء مشدودا كفخ، وبشكل معجز نجحت الخطة وتمكنوا من القضاء على الكائن الفضائي مؤقتا، مما منحهم فرصة قصيرة لمواصلة رحلتهم نحو المختبر. شرق لوس أنجلوس 12 ميلا إلى المختبر. بدأت المجموعة تشك أن الوحش يطاردهم تحديدا. السبب لا يهم، لكن عليهم اكتشاف كيف يتعقبهم الكائن الفضائي. ظنوا أن الرائحة السبب، فتوجهوا لمركز تجاري لتبديل ملابسهم. وقبل ذلك حدثت مواجهة بين داريوش وغابرييل. كان داريوش يتصرف كابن مدلل لملياردير، لكنه اعترف الآن ولأول مرة أن والده مفلس ومسجون، وأنه يواجه صعوبة في التكيف مع ذلك. لم يعد يعرف من هو بعد الآن، وكان يستخدم الإهانات كآلية دفاعية. بعد أن تحدثوا تمكنت المجموعة من حل مشاكلهم السابقة وواصلوا رحلتهم. بعد تبديل الملابس حاول أليكس التحدث مع تشين ليفهم لماذا انتهى بها المطاف في هذا الوضع. ترى نفسها يتيمة لأن والديها كانا يريدان ولدا وعاملاها بسوء. ألهمها كتيب يصور
توفر منظرا جبليا للهرب إلى الولايات المتحدة، لكنها تعتبر الآن أن الشيء الوحيد ذو قيمة في حياتها هو أصدقاؤها. انطلقوا مجددا، لكنهم لاحظوا وجود سيارة فورد موستانغ قريبة، وبعد أن أدركوا أنها أفضل من دراجاتهم قرروا أخذ السيارة. لم يعرف أليكس قيادة سيارة يدوي، لكن تشين كانت مستعدة للقيادة. الرحلة للمختبر كانت استراحة قصيرة، لكنها لم تدم. يجدهم الوحش مرة أخرى ويهاجمهم. تتمكن تشين من التخلص منه للحظة باصطدامها بمحطة حافلات، لكن الكائن الفضائي كان صلبا وسريعا. ولما أدركوا عدم قدرتهم على الهرب، قفز المراهقون من السيارة وأرسلوها لتسقط من فوق الجسر. سقطت السيارة على الوحش، فشل حركته مؤقتا، لكن أليكس أدرك أنه نسي المفتاح في السيارة. اقترح العودة لاسترجاعه، لكن الأمر كان خطيرا جدا، قد يقتلهم الوحش. بعد أن قرر المخاطرة بحياته، تسلق داريوش للأسفل واستعاد المفتاح، وعندما ظنوا أن الأمر انتهى، جرحه الوحش بشدة، لكنه تمكن من الهرب. باسادينا، أقل من ميلين إلى المختبر. اعترفت تشين بحبها لأليكس وطلبت منه أن يقبلها، لكنه لم يفهم الصينية. عندما التقيا لأول مرة، كان أليكس قد تحدث إليها بالصينية، فافترضت أنه سيفهم اعترافها. استمر تركيزهم على المهمة، فتقدم الفريق نحو المختبر وبدأوا البحث عن الدكتور فيلدينغ. وجدوه، لكن الأوان فات، فقد كان ميتا. ظنوا أنه يرسل إشارة بالراديو، لكن ما سمعوه كان فقط صوت قطرات الدم تتساقط من يده. بعد فقدان الأمل بالإنقاذ، قرر المراهقون البحث عن آبائهم إذا كانوا أحياء، لكن تشين لم يكن لديها مكان تذهب إليه. بقي أليكس بجانبها، واتفق الجميع ألا يتخلوا عن بعضهم. بعد لحظات، يسمعون صوت رجل فيسرعون لغرفة التحكم، ويتضح أنه جنرال من قيادة العمليات. كان بإمكانه إيقاف الغزو الفضائي بمفتاح، لكنه يشك في قدرة الأطفال على المساعدة. يتقدم أليكس كقائد، معلنا استعدادهم للقتال وفعل كل ما يلزم. يحمل المفتاح بيانات تظهر موقع مركز قيادة سفينة الكائنات الفضائية. مهمتهم الذهاب إلى القبو، تفعيل المولدات، ثم الصعود للسطح والتركيب الهوائي ليطلقوا إكسكاليبر ويوقفوا الكائنات الفضائية. تتوجه تشين إلى القبو لتشغيل 3 مولدات باستخدام عد تنازلي وساعة ميكانيكية تعود لوالد أليكس الراحل. وأثناء محاولتها فتح أحد الأبواب، تصادف كلب صيد مزق آخر عالم نجا من الهجوم. تتصدى لهجوم الوحش وتختبئ خلف باب معدني. في هذه الأثناء، يبقى غابرييل وداريوش في محطة التحكم لتحضير المعدات. كان داريوش يفقد وعيه أحيانا، لكنه يكتب أرقاما بدمه لمساعدة صديقه الذي يعاني النسيان على فتح الخزنة بمفاتيح إطلاق الصواريخ النووية. يتولى أليكس أخطر مهمة، فيصعد إلى السطح ليواجه خوفه من المرتفعات. عند وصوله للهوائي، يلاحظ أن الوحش وجده وبدأ بمطاردته. يتمكن أليكس من تعديل الهوائي ويهرب بصعوبة من خلال الانزلاق على السلك وكأنه في لعبة. يواصل غابرييل العمل على المعدات، لكنه يحتاج للمساعدة. داريوش فقد وعيه مجددا، لكن تشين هربت من فخها ومستعدة لإكمال الإعداد. يقتحم الوحش المختبر، ويقرر أليكس المخاطرة بحياته لجذب انتباه المخلوق. وبفضل الوقت الثمين الذي وفره لهم، يستطيع داريوش وتشين وغابرييل إنهاء إعداد السلاح النووي في الفضاء، ويبدأون العد التنازلي. وبينما يدرك الثلاثي أن المختبر على وشك الانهيار، يركضون ليتمكن أليكس من الهرب. في تلك اللحظة، يدخل أليكس قسم تطوير الصواريخ، ويقرر استخدام نار محرك الصاروخ لتدمير الوحش. يتمكن من إحراق الكائن الفضائي، لكنه يشعر برعب شديد من النار بسبب صدمة عاشها في طفولته. وعندما يرى شبح والده، يتغلب أليكس على خوفه ويهرب من المختبر على قيد الحياة. تقوم تشين بتقبيله، ويشاهد الجميع السفينة الفضائية وهي تدمر. لقد تمكن المراهقون الأربعة من إيقاف الغزو، ونالوا التقدير والشهرة لشجاعتهم. هل البطولة خيار متعمد، أم أنها تنبع من اليأس والشعور بانعدام الأمل؟ تصرف المراهقون بدافع الغريزة فقط، دون أي استعداد أو دعم. فهل يجعل ذلك أفعالهم أقل قيمة، أم أنه يمنحها مزيدا من الأصالة؟ شاركنا رأيك في التعليقات، واضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة.